بُص يا صديقي، عشان تقدر تحل أصعب الألغاز بمنتهى السهولة، لازم تتعلم فكرة التدرج في الأفكار. يعني إيه التدرج في الأفكار؟ يعني الموقف اللي أنت شايفه قدامك ده الأبيض عليه الدور، أي حد هيقدر يحلها. تجيب الطابية بتاعتك في مربع البيتو وعامل كِش للملك يحرك الملك وتكسب الطابية. طب لو أنا حطيت لك الموقف ده، لو أنت فهمت اللي فات هتقدر تحل ده بسهولة. في الموقف ده أنت عايز ترقي البيدق ده، طبعًا لو أنت حركت الطابية بتاعتك هتخسر البيدق، فالحل هنا بمنتهى البساطة إنك تجيب الطابية بتاعتك في مربع الH8، فهيضطر إن هو ياكل البيدق، لأن البيدق ده أنت محدد إن هو يعمل ترقية، وساعتها وصلت للباترن اللي فات روك H7 كش يمشي وتروح تاكل الطابية بتاعته. طب ناخد موقف أصعب بشوية، في الموقف اللي أنت شايفه قدامك ده الأبيض اللي عليه الدور والمفروض إن الأبيض يلعب ويكسب. لو أنت فهمت الموقفين اللي فاتوا هتقدر تحل ده بكل بساطة. هتلعب أول نقلة ليك وهي روك G1. هنا الأسود عنده اختيار من الاتنين، أول اختيار يا إما ياكل البدأ ده وساعتها هتلعب الطابية بتاعتك في مربع الG8 عامل كش للملك، طبعًا لو طلع هتعمل ترقية فهيضطر إن هو ياكل البيدق، فهتلعب له روك بتاعتك في الG7 كش وخدت الطابية زي البوزيشن اللي فات. ولو هو هنا قرر ان هو ياكل البيدق بالملك ده، حاول توقف الفيديو وتجيبها. وهنا افضل نقل للابيض ان هو يجيب الطابيه بتاعته في مربع الجي 8، محدد ان هو يعمل ترقيه. وبكده وصلنا للشكل اللي فات بعد ما ياكل البيدق الاي 7، ترجع بالطابيه بتاعتك لمربع الجي 7 كش وتاخد الطابيه بتاعته وتكسب النهايه دي. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وفولو عشان ما يفوتكش اي جديد.